كويس صحابي، عاملين ايه؟ بتكونوا كويسين وافضل صحة. النهاردة هنعمل فيديو عن ادوات المدرسة الجديدة، بس قبل اي حاجة متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ماشي؟ وعندي قناة اسمها برنسيسة مهرة، تروحوا تتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي، ماشي؟ يلا نبدأ. بصوا بقى، اول حاجة هنبدأ الزمزمية، واحنا هنسيب الشنطة دي اخر حاجة، ماشي؟ اول حاجة الزمزمية، شوفوا كده اهي، وبتتفتح كده كده تحت كده اهو، وهنا كده تتفتح، تشربوا بقى منها، ولما تيجي تقفلوها كده ونطلع دي كده. يلا بينا نخش على اللي بعده. وايه تاني حاجة يا جماعة؟ دي برضو زمزمية تانية. هتقولي لي جبتي زمزمية تانية؟ دي للعصير، تقدروا تلبسوها كمان كده كده اهي، دي لما تيجي تشرب كده اهو، او ممكن امسكوها كده، ودي برضو بتتفتح كده، بيهم تشربوا برضو منها. يلا بينا نخش على اللي بعده. تاني حاجة طبعا ده دفتر، مذكرات بقى. اول ما جبت قلت اكتب عليها على طول. ويلا بينا برضه نخش على اللي بعده، ودي اقلام في المصدر، في بينكي، موف، ازرق، اصفر، برتقاني، اسود، ازرق، ازرق فاتح، ازرق غامق، اخضر، اخضر غامق، حلوة اوي. يلا بينا برضه نخش على اللي بعده، وده برضه برجل، افتحهولكم عشان ايه شوفوا اهو. والقلم بتاعه برايح. صح يا جماعة، يا اللي مش عارف، انا داخلة السنة 5، باركولي بقى. يلا بينا ندخل على اللي بعده. دي بقى يا اصحابنا يا حلوين، ده قلم خشب، برضو هنا اسود، بني، اخضر غامق، اخضر فاتح، اصفر، برتقاني، احمر، بينكي فاتح، ازرق، بنفسجي غامق. يلا بينا ندخل على اللي بعده. وده يا جماعة ده ان احنا بنلزقه على السبورة، بنكتب عليه وبنلزقه. برضه انا حبيت الشكل ده قوي، شوفوا حبيت الشكل ده قوي، بحب قوي الشخصية دي، اللي عارفها يكتبلي في كومنتات انا عارفاها. الورقة شكلها حلو قوي، بحبها الشخصية دي، هي واللي لونها بينكي. يلا بينا ندخل على اللي بعده. ودي برضو آلة حاسبة اهي،
يلا بينا ندخل على بعض. دي برضو محاية شكلها حلو قوي اهي. انا من النوع اللي بحب القطط فعشان كده اخترتها. شكلها حلو قوي. انتوا مش شايفينها كويس، بس كده افضل شوية. يلا بينا نخش على بعض. طبعا يا جماعة اهم حاجة عشان لما نكتب بالقلم الجاف عايزين نمسح بالكوريكتور. يلا بينا نخش على بعض. طبعا يا جماعة جبت كم من المخدمات. شوفوا شكلها حلوة قوي. هوريكم كل واحدة شكلها عامل ازاي. دي اول شكل كيوت قوي. دي تاني شكل. ده تالت شكل كيوت. رابع شكل صوت دبدوب. خامس شكل كيوت. اخر حاجتين بقى يا جماعة. دي عامل لكم كده لايك. دي اخر شكل. يلا بينا نخش على بعض. شوفوا بقى يا جماعة القلم الجاف ده شكله. انا من النوع برضه اللي بيحب شخصية ستيتش قوي، فانا اخترت على شكل ستيتش. احنا بندوس هنا اهو كده اهو القلم كده اختفى. يلا بينا نخش على بعض. وبرضو اهم حاجة ما نسيناهاش التيكت. اشكال القطة شكلهم يضحك. يلا بينا نخش على بعض. وتاني شكل برضه من التيكت. خلينا نخش على بعض. التيكت اللي بعد شايفين دي اللي انا وريتها لكم من شويه، جبت منها واحده تانية عشان انا بحب القطط بعشقها. هي اهو. يلا بينا نخش على بعض. وبرضه جبت محاية تانية حلوة قوي. يلا بقى بينا نروح على اللحظة المنتظرة. وادي يا جماعة اللحظة المنتظرة اللي انتوا نفسكوا تشوفوا الشنطة دي من بدري. يلا بينا. ده طبعا بجربها لما دخلت سنة 5. ايه رأيكم في الشنطة؟ لازم بقى امسك الشنطة. شكلها تحفة. ده اهي جرار. وبرضه جبت برضه لانش باك. هتقولوا لي طبعا فين اللانش بوكس؟
دي سايبها لكم للاخر عشان اللانش بوكس ده تحفة. هي انا حاطاه جوه على فكرة. شكله تحفة. حتى شكله تحفة. قولوا لي طبعا ايدي هقول دي تتشد كده يا ريت. دي لو انتوا حاطين هنا حاجة سخنة الدخان هيطلع من هنا يعني كده. اقفل بقى يلا نفتح من هنا كده. كمان جاي معاه يا جماعة شوكتين تحفة. واحدة على شكل فيونكة وواحدة على شكل قلب. دي بقى تقولوا ايه فايدتها؟ دي بتحط فيها الصوص لو انتوا عايزين تحطوا فيها صوص، مثلا جايبين فراخ بانيه كده، ده مثلا كاتشب وتاكلوا كده، تعملوا كده تاكلوا. في تقسيمات اهي كمان. وبرضه هجيب لكم دلوقتي المقلمة تشوفوها. بعمل بيرن الجرس. ثانية واحدة اشوف مين اللي بيرن الجرس ونرجع لكم. يلا بينا نشوف المقلمة. طبعا كيتي جبتها علشان لما نيجي نختم بيها، بحبها قوي. بصوا بقى، يلا نشوف اول مقلمة. دي اول مقلمة ادام بيقد. دي اول مقلمة شكلها عامل ازاي. دي اصلا جاية طقم حتى بس من جوه. يلا نبص جوه اهو. بصوا لا حلوة اوي. يلا بينا نخش على المقلمة اللي بعدها. قبل ما اوريكم المقلمة، بصوا انا هقولكوا على حاجة. المقلمة اللي انا اوريها لكم دي مش معاها طاقة، انا جبتها بصراحة. ليه بقى؟ علشان انا ممكن يوم بالمقلمة اللي انا اوريها لكم دلوقتي. شوفوا دي انا اشتريتها برضو انسة علشان تليق مع الشنطة. شوفوا شكلها حلو قوي برضو، حتى اصلا كده حاطه فيها حاجات كتير. ولسه اصلا الحاجات اللي هنا دي كلها هوريها لكم. بصوا شكلها عامل ازاي، كبيره جدا يا جماعه. هتقولي لي ده سوسته. هوريكم بقى اللي هنا. دي مرايه كيتي هنختم بيها النهارده. كل يوم هنختم بقطة. وبرضه قولوا لي افكار اعملها. قولوا لي برضه افكار اعملها، مثلا تحدي. ماشي دي مسطرة شكلها عامل ازاي. شكلها حلو قوي، ده كيوت ده. هي كيتي عايزة تلعب بأي حاجة وخلاص. دي بقى
فاكرين لما انا وريتكم دي قلت لكم انا بحب الشخصيه اللي هنا دي قوي؟ دي بقى اختها، بحبها برضو قوي. هتقولي دي لما انتوا بتكتبوا بعد كده تعملوا كده عشان الكلام يوضح. ها حلو قوي. بينا برضو نشوف اللي بعد. دي شكلها برضو حلوة قوي، هي نفس دي، هو نفس النوع بس ايه اشكال يعني. برضو لونه اخضر. ايه ده؟ برضو اهو. دي برضو هي لونه اصفر ده بقى. حلو ازاي؟ شفتوا؟ اخر حاجة، ودي كيوت جدا، دي اكتر واحدة حبيتها هي بصراحة. هي برضو نفس النوع. طبعا يا جماعة انا طبعا لازم اجيب قلم جاف. جيتي كده الناس مش هتشوف. تدخل جوه الشقة. انزلي معلش بقى انا كمل. قلم جاف موجود. وانا بعشق بقى القلم الجاف اللي لونه اسود، بحب اكتب بيه قوي، شيك قوي يعني، بحب اكتب بيه. وقلم رصاص، هتقولوا لي ليه جبت قلم رصاص؟ عشان لما اجي اكتب لما اجي اكتب اسطر في الاخر تحت. حلو قوي. وبس كده، دي كان فيديو النهارده. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس عايزين ابقى اعمل ايه، ماشي؟ وبرضه انا نسيت اوريكم ده قلم كل ماستر. في ليه تقولوا لي؟ علشان ساعات المسات عندنا بيطلبوا مننا قلم سبورة. يلا باي، سلام. متنسوش تكتبوا لي افكار اعملها الفيديوهات الجايه. باي.